أول ما بلشت تكسير بلش ينهار كل شيء. قبل ما أبدأ، شكراً على الدعم الحلو بالمقطع اللي فات، عن جد حسيت إنكم معي بكل لحظة، وهي لحالها كان دافع كتير كبير. فقلت خليني أبلش بالتكسير يمكن أفهم من وين أمسك المشروع. شلت الأسقف، شلت البلاط، وهون كان لازم أنزل حاوية لأنه كمية الهدم كانت كتير كبيرة. عم ندخل الحاوية لجوا عشان نشتغل الشغل بطريقة صحيحة. أول شي رح تدخل بكرة إن شاء الله لما نهد بالطابق اللي فوق تنزل فوراً على الحاوية ويجي يشيلوها ويكبوها. بلشت أحس بتعب بالجدران وميول بالأسقف، حسيت المبنى عم يهمس لي وبقول لي اهدمني وريحني. وقفت، تنفست، وقلت لازم حل سريع. اجتمعت مع المهندسين وقررنا ندعم الأسقف بالحديد فوراً. وين؟ هين؟ صباح الخير. وفعلاً تاني يوم نزل الحديد وبلشت الحرب كأني عم ابني بناء من الصفر. صدقوني اللي جاي أقوى. أعطونا لايك وكومنت وانتظرونا بالمقطع اللي جاي. وإذا سألتوا نفسكن ليش ما هدمت وبنيت من الصفر، رح أحكي لكم ليش بالمقطع اللي جاي.